انزل اي محل سوري وشوف فيه مصريين ولا لا. يا اخي ده احنا مصريين بنفتح محلات بنسميها باسامي سورية علشان تشتغل. راضي نفسك وراضي ضميرك. فكرة ان اصل اسعار الشقق زادت، ده عرض وطلب. انت لو تفتكر ان اكتوبر من 15 سنة ما كانش فيها بني ادم، ولما نزل اخواتنا السوريين وقعدوا في اكتوبر وشغلوها وفتحوا مطاعم، فالناس بدأت تشوف ان فيها اماكن تصلح للعيش، فبدأت تسكن فيها، وبدأ المصريين نفسهم يشتروا محلات ويشتروا بيوت وشقق وعمارات ويأجروها للسوريين. نفس الكلام برضو في الرحاب. وانت كمالك مصري لو جالك مصري وجالك سوري وده هيدفع 1000 جنيه وده هيدفع 2000، انت هتأجر لمين؟ لو جالك 2 مصريين واحد هيدفع 2000 وواحد هيدفع 1000، انت هتأجر لمين؟ بطلوا ترددوا كلام ملوش لازمة. وبعدين امشوا 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 وديهم بيتك. والله العظيم ما في واحد بعيد عن بلده عاوز يعيش براها، لكن الناس مضطرة، والناس قدموا كل الخير وعملوا مشاريع كتير، والمشاريع دي والله العظيم اسهمت طبعا في الاقتصاد بشكل واضح جدا. بلاش نزايد على نفسنا. يعني حد كان عامل فيديو كده يقول لك اصل هم كانوا محتكرين السكر وهم بيحبوا يعملوا مشاكل. والله دي مش مشكلتك، والله ده مش قضيتك، وده مش موضوعك، ومش ده اللي انت تحكي فيه. الاحتكار ده صفة بشرية، وزي ما في ناس كويسة في ناس وحشة، وده مش دورك خالص. ده دور أجهزة الدولة من رقابة إدارية وحماية مستهلك. ده مش دورك خالص والله. أي شخص مقيم في مصر سواء مواطن أو غير مواطن والله يتحاسبوا الدولة مش انت. يعني انت مش رقيب على الناس. قال لك اصل بيحولوا دولارات ومش عارف ايه، برضه دي مش شغلانتك، دي شغلانة الدولة وشغلانة الأموال العامة، مش شغلانتك خالص والله. واحد برضو يقول لك اصل بيتعلموا ببلاش. يا اخي والله انا اعرف ان جامعة عين شمس وجامعة اسيوط من قبل ما يجي لنا اي ضيوف او يجي لنا اي حد من بره كانت كليات التجارة وكليات الحقوق فيها 5000 و7000 طالب في الدفعة الواحدة. هو ايه اللي حصل؟ بعدين معلش انا اسف، يعني التعليم المصري هو تعليم معتمد دوليا؟ يعني انا ينفع اخده واسافر اعمل معادلة ولا حاجة؟ احترموا الناس واحترموا ضيوفكم ورحبوا بيهم واستقبلوهم وتعايشوا مع الناس. والنبرة الجديدة دي مش بتاعتنا، واحنا مش متعودين عليها. احنا طول عمرنا معروفين بالكرم والترحاب. الكلام ده دخيل علينا والله. وبرضو يا اهلا ويا مرحب بأي حد ينور مصر.